السلام عليكم ورحمة الله. تقام يوم الاثنين الموافق 2/1/2023 مباراة من العيار الثقيل في الدوري الممتاز المصري بين فريقين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. وتأتي المباراة بين النادي الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة 11، وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة. ويسعى الأهلي في هذه المباراة لمصالحة جماهيره في مباراة بيراميدز بعدما سقط في فخ التعادل في آخر مباراتين في الدوري، بالتعادل سلبيا مع سموحة والتعادل 1-1 مع سيراميكا كليوباترا. ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز، ويأتي بعد نادي الزمالك المتصدر حامل اللقب ويتفوق عن النادي الأهلي بفارق الأهداف. ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 22 نقطة. وتقام المباراة في الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة. وسوف تذاع المباراة عبر شاشة قناة اون تايم سبورت، ويعلق على المباراة الإعلامي مدحت شلبي. ومن المتوقع في تشكيل النادي الأهلي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني. وفي خط الوسط اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة. وفي خط الهجوم برونو سافيو، حسين الشحات، محمد شريف. ومن المتوقع في تشكيل نادي بيراميدز: في حراسة المرمى أحمد الشناوي، وفي خط الدفاع علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي، عبد الله مجدي. وفي خط الوسط بلاتي توريه وإسلام عيسى، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، وعبد الله السعيد. وفي خط الهجوم فخري لقاي. نتمنى أن تكون مباراة قوية تليق بالفريقين. وفي النهاية، إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.